هذه إنه عبارة بتتردد كثيرا في الفترة الأخيرة، جدلية النقد والإبداع. هل العلاقة بين النقد والإبداع هي علاقة جدلية فعلا؟ يعني هل في جدل ما بين النقد والإبداع، ولا العلاقة بينهم علاقة تبادلية؟ بمعنى إنه النقد بيضيف للإبداع، وبدون الإبداع لا يوجد نقد. ولكن في الفترة الأخيرة احنا شايفين العلاقة ما بين النقد والإبداع هي علاقة بيشوبها الترقب والتوجس والقلق. مبدعين عاوزين نقاد يقولوا اللي هم عايزينه، ما بيسمعوش للناقد بشكل صحيح. كمان نقاد يعني يمكن أنا هقول أنا بقسمهم لثلاثة: الناقد بالضاد وهو اللي بينقد العمل بيهدمه، والناقم اللي بيكون ما بينه وما بين صاحب الإبداع أو صاحب المنجز الإبداعي مشاكل شخصية فبيوجه أسلحته للعمل الإبداعي. ولكن لحسن الحظ إنه في قلة من النقاد، ورغم قلتهم ولكن وزنهم كبير حقيقة، وزنهم قيم وليهم قيمة في المجال النقدي، نقاد أكاديميين ومبدعين ومتميزين. ومعانا النهاردة أحد هؤلاء النقاد. بالنسبة للضيف اللي معانا النهاردة الحقيقة يعني أنا لو قلت هو وهب حياته للنقد، يعني أنا لما قرأت أعماله النقدية ويعني شفت مشوار حياته في البحث والدراسة والنقد والتدريس، حسيت إن هو سخر حياته للنقد. هو مدرس الأدب والنقد والبلاغة بمعهد القاهرة العالي للغات والترجمة الفورية بالقاهرة، ومحاضر في عدد من الجامعات المصرية والعربية والآسيوية، منها الجامعة العربية المفتوحة بالكويت والجامعة العربية المفتوحة بالقاهرة، ومحاضر في جامعة كالكوتا الهندية من خلال تطبيق زوم، منتدب للتدريس في العديد من الجامعات والمعاهد، ومحكم في الهيئة المصرية العامة للكتاب وفي العديد من الجوائز العربية والمصرية، ومحكم في عدد من الهيئات الثقافية داخل مصر وخارجها. له مؤلفات الحقيقة يعني عديدة، أنا هذكر بعضها لأنه أنا يعني قلت لضيفنا أنا لو ذكرت كل الأعمال مش هيكون في وقت للندوة، فخليني أذكر بعض الأعمال منها: عتبات النص في الرواية العربية، تضاريس النص في الرواية السعودية، الألم في الرواية العربية، وشعرية الرسالة في الرواية العربية، والرواية الرسائلية والرسالة الروائية. ومؤخرا لم يكتفي بالنقد وإنما يعني اقتحم مجال الإبداع وأصدر لنا رواية بعنوان طنين، وهي رواية سيرة ذاتية. يعني هو بيقول عليها سيرة ذاتية ويمكن إحنا لما نقرأها يكون لنا رأي آخر يعني. فرحبوا معايا بضيف صالون الأوبرا الثقافي ونجم ندوتنا النهارده الدكتور عزوز إسماعيل. أنا هدخل في الموضوع على طول يا دكتور، وبرحب بيك وبسألك وبقول لك إحنا بنسمع عبارة اللغة هي وعاء الفكر، وطبعا لا قيمة للإبداع بدون الجمع ما بين جماليات اللغة وعمق الفكر. يعني إذا المبدع اهتم بالفكرة فقط هيكون المنجز الإبداعي جاف ثقيل على النفس، وإذا اهتم بجماليات اللغة ورونقها فقط هيبقى المنتج سطحي أو ما فيهوش فكر.